وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وكذلك مكنا ليوسف. بهذا العمل اللي احنا عملناه مكنا لمين؟ مكنا ليوسف. بعد ان كان ايه؟ اولا اخوته تامروا عليه، القوه في الجب، اتخذ عبد، جات له حكايه. ولذلك مره واحد بيقول له انا احبك، قال له ابعد عني، ما احبني احد الا ابتليت. احبتني عمتي فاتهمت بالسرقه، واحبني ابي فاخواتي خدوني ورموني في الجب، واحبتني امراه العزيز ودتني السجن. يبعد عني، ولا احب ولا نعم. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. حكايه عمته اخت ابوه، وكانت تحبه قوي، وبعدين جه من بلغ سن الرشد، يا اللي ربته بقى ومش عارف ايه، ولما بلغ بقى كويس كده ابوه بده ايه؟ ياخده بقى كويس كده، يعني مترندج بده عايز ياخده وياه بقى. قامت عمته مش ما تقدرش تفرقه، فكان في حاجه اسمها المنطقه ابراهيم، منطقه انعزام كان يتحزم بيه سيدنا ابراهيم، وموروث عند مين؟ عند عمته دي. فقالت طب وانا اخلي الطفل ده عندي ازاي؟ كان عندهم قضيه ان اللي يسرق حاجه يبقى المسروق منه ياخده ويستولى على السارق، يبقى بتاعه خلاص. فقالت انا البسه تحت الثوب المنطقه دي بتاعت ابراهيم، وساعه ما يجي ياخدوه قالوا ايه الولد سرق المنطقه، يقوموا ايه؟ يبقى بحكم القانون يفضل عنده. ولذلك ادي هيجي قدام لما اخوه جه وقالوا ده سرق مش عارف الايه، قال ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اللي هو انظلم فيها دي. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. كلمه الارض دي، الارض اللي هي ايه؟ قال لك ما انت هتشوف اللي جاي من البلاد التانية وجاي يطلب منهم اكل، اكن الشده والجدب عم المنطقه كلها. يبقى مكنا له، امال هيجوا يطلبوا منه الميره ويطلبوا منه الطعام ويجيبوا هناك من الشام لحد هنا وبتاع، يبقى دليل على ان المساله رقعتها كانت ايه؟ مثلا مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها إيه؟ حيث يشاء. التبوء التوتر، يتبوأ منها حيث يشاء دليل على انه هو يعمل له هنا بيت، ويعمل له الحته اللي تعجبه يقعد فيها. دي بيظنوها انها يعني لون من اتساع اماكن الترف. لا، ده يتبوأ منها حيث يشاء دي حينما تعلم ان الحاكم له بيت في الحته الفلانيه. بص كده شوف لما يزور بس الحته، لما الحاكم العام يجي يزور مكان، ان كان الشارع متلخبط بيستفلت ويتوضا، ان كان مش عارف مهدوم، ان كان مش عارف يبنوا هربوا بتاع ابويا يعملوا، ان كان المرافق ناقصه مش عارف المجاري يشوفوا لها ما ايه مش عارف ايه. الله، مجرد زيارته المكان بيعمل ايه؟ طب فما بالك بقى اذا كان له حته فيلا فيها كده، ده حته فيلا تيجي المرافق الدائمه دي حاجات ايه؟ عارضه، ويمكن يجيبوا له شجر كده في اثاري كده، وبعدين لما يمشي يشيلوه ويعملوا له مثلا. انما بقى ده ما دام له فيلا هنا، قال لك يتبوأ منها حيث يشاء، لان دي اشاعه ادارته في الارض كلها. له مكان هنا وله مكان هنا، يمكن يجي النهارده، يمكن يجي بكره، يمكن يجي مش عارف ايه، يمكن يجي. يبقى معناها ايه؟ لما تاخدها على انها مش شرف وترف، ولكنها تاخدها على انها تكليف. قعدت هنا علشان ايه؟ الناس اللي ما بيعملوش الا لك برضه يعملوا لك، وسينتفع المحيطون بك سواء كانوا مقصودين او غير ايه؟ او غير مقصودين. يتبوأ ايه منها حيث ايه؟ حيث يشاء. يعمل لك هنا قصر ويعمل لك هنا مش عارف زي ما بنشوف. يتبوأ منها حيث يشاء. بعد ما يتبوأ منها حيث يشاء ادنا يعني لقطة تدل على ان ذلك رحمة مش بس له، للناس برضه.
نصيب برحمتنا من نشاء. برضه هيجي لهم خير، ما كانش عندهم زي ما قلنا ميه هيجي لهم ميه، ما كانش عندهم نور هيجي لهم نور، زي ما قلنا برضه الطريق يبقى مش عارف ايه وايه، كله نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. والمحسن هو الذي يصنع شيئا فوق ما طلب منه، فوق ما طلب منه. هو هيبقى له حته في الحته دي، انما الغير هيستفيد يبقى اكثر مما طلب لنفسه ولا ما. نعم. ولا نضيع اجر المحسنين، اي دي الكلام ده في الدنيا بدليل انه عطف عليه ولا اجر الاخره خير. يعني مش هنضيع اجر المحسنين بس في الدنيا وبعدين نسيبهم في الايه؟ في الاخره، لا، ولا اجر الاخره ايه؟ خير. ليه؟ كلمه خير يقابلها ايه؟ يقابلها شر. طب هو الاجر بتاع الدنيا يبقى شر؟ يقول لك لا، اصل كلمه خير دي بتستعمل استعمالين اثنين. استعمال ان شيئا خيرا من شيء، يبقى الاثنين شركاء في الخير بس واحد احسن شويه، وخير يقابله شر، وخير يقابله ايه؟ شر. واتحد اللفظ مع ده وايه؟ مع ده. فان كانت مقابلها شر يبقى مش افعل تفضيل، وان كان وفي كل خير. يقول لك المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير.